السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده يا جماعة هنتكلم برضو ايه في شوية مفاهيم كده عشان الشباب الصغيرين اخواتنا الصغيرين اللي طالعين. للأسف مستوى القراية وكم القراية العرب بقوا من أقل الشعوب اللي بتقرا ومن أقل الشعوب اللي بتتثقف. أو خلينا نتكلم أكتر عن مصر. لما باجي أبص على ثقافة الشباب الصغيرين اللي طالعين، اللي لسه معدوش عشرينات، وتيجي تشوف اسلوبهم وتشوف دماغهم. مش عاوز اقول شباب بقى فيه تفاهة او بتاع، لان هي دي موجودة من ايام احمد عدوية. زحمة يا دنيا زحمة. كانوا يطلعوا برضو يقولوا له إيه الالفاظ السوقية دي وايه الحاجات السوقية دي، والمجتمع في انحدار. ومن ايام فيلم الكيف لما قعد يتكلم عن ازاي ان في لغة خاصة جديدة طالعة، والصراع اللي عاشه يحيى الفخراني مع اخوه محمود عبد العزيز. فمش انا مش هقدر اقول ان المجتمع بينحدر، ولا المجتمع. انا ما عملتش دراسة علمية واحصائية، ماشي، قايمة على متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السلوك الإنساني علشان أحدد الشباب اللي طالع ده أوحش ولا أكثر ثقافة. بس اللي أنا واثق منه إن الشباب اللي طالع ده بقى أكثر انفتاحا على العالم بسهولة جدا. كلنا فاكرين فيلم ثقافي، الفيلم اللي هو اتعمل تقريبا في بداية التسعينات. مجموعة الشباب اللي هي بتلف عشان شريط فيديو فيلم بورن يشوفوه. دلوقتي الطفل بيبقى في اعدادي ومعاه سمارت فون، وممكن والده للاسف سايبه يستخدم الانترنت بدون رقابة. وده ما بيحصلش في اي مكان في العالم على فكرة. اي مجتمع بيحترم نفسه ما فيش حاجة اسمها بالغ، حد مش بالغ يستخدم الانترنت لوحده، ما ينفعش. ماشي، لازم اشراف الابوين، لازم. ماشي. واللي يقول لك ده تخلف قول له انت اللي متخلف. لان لسه شايفين رئيس وزراء استراليا اصدر قرار بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعوا قيود على استخدام الانترنت للشباب الاقل من 16 سنة. فدي نقطة بس ايه، جانبية. فالشباب دلوقتي اللي طالع ولا بيقرا، ولا بقى عنده طولة بال يشوف. ولا انا مثلا شايف برنامج مثلا زي زمان كان بيجي، مثلا كنا بنتابع برنامج عالم الحيوان، عالم البحار، مصطفى محمود العلم والإيمان. رغم ان ما كانش فيه غير قناة، يعني الراديو وقنواتين تلفزيون او ثلاثة، الاولى والتانية والتالتة. يوم ما بقى فيه 8 قنوات ولا التاسعة النايت تي في دي، كان الدنيا كده ايه، خلاص كده احنا فجرنا. لكن ومع ذلك، لكن دلوقتي بتلاقي المستوى العلمي والثقافي بتاع الشباب اللي طالع، ممكن نقول مستوى اغاني المهرجانات الا ما رحم ربي. ماشي. والموضوع ملوش علاقة مش بتكلم من الناحية الدينية، انا بتكلم حتى من الناحية الثقافية والفكرية العادية. يعني انا فاكر ان انا كان عندي مكتبة وانا صغير بقرأ فيها بانتظام. بحب اشتري مجلة اسمها العلم اخر الشهر. كل شهر كنا بنجيبها بتصدرها جريدة الجمهورية. الحاجات دي راحت فين انا معرفش، يعني الحاجات دي راحت فين في الاجيال اللي طالعة دي انا معرفش. فدلوقتي هو الكلام ده دردشة اكتر. هو يعني ايه كلمة صهيونية وسامية وايه الفرق بين اليهود واللي مش الحاجات دي كلها، المفاهيم اللي احنا بنكررها دي. وايه المسيحية الصهيونية وايه. فهنتكلم في كام مقطع كده، ده رقم واحد منهم. ماشي. اول حاجة السامية دي، اللي هي كل شوية اسرائيل تتهم حد بمعاداة السامية بمعاداة السامية. طبعا دي موضة طلعت ساعة هتلر، واللي عمله في اليهود، مع ان هو الاضطهاد ما كانش لليهود بس، ده كان لاجناس تانية كتير. يعني انا لو كنت موجود قدام هتلر كان هيضطهدني لان انا من الاجناس الدنيا، لان انا في نظره ميكس. انا وكتير من المصريين، الناس القمحويين دول، ماشي، مش بيض البشره ولا شقر. فهو كان عنده ايه، تصنيفه كده للاجناس بس. فجت من هنا فكره ايه، معاداة السامية. من السامية؟ نسبة إلى سام ابن نوح. سيدنا نوح من ضمن أولاده سام. سام من ضمن أولاده مين؟ إسحاق. من أولاده إبراهيم، وإبراهيم خلف إسحاق، وإسحاق
خلف يعقوب اللي هو اسرائيل، اللي هو عند اليهود الذبيح، اللي هو كان اني ارى في المنام اني اذبحك. طيب احنا بقى عندنا ايه؟ احنا ولاد عم اليهود على فكرة، لان جدنا ابراهيم خلف اسماعيل اخو اسحاق. يعني اسماعيل ده اخو اسحاق، واسماعيل جه من نسله مين؟ العرب، اللي هو احنا، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا. ماشي. فكده فكرة معاداة السامية، احنا مش هنعادي نفسنا. هما اليهود ساميين واحنا ساميين اصلا. يعني ده مبدئيا، دي اول نقطة. تاني نقطة، يعني ايه صهيونية؟ بص يا جماعة، لازم نميز ما بين اليهودية كدين وما بين الصهيونية كفكر ديني سياسي قائم على الإيمان باليهودية برؤية معينة. كان في واحد اسمه هرتزل. هرتزل ده كان صحفي نمساوي تقريبا، وكان عنده حلم. وهو صراحة يعني أنا بحترم فيه حاجة واحدة، إنه هو كافح من أجل قضية مؤمن بيها، حتى لو أنا ضد القضية دي، بس تتعلم منه. واي نموذج ناجح ماشي في ديننا او مش في ديننا المفروض ناخد منه الحاجات الحلوه. هرتزل ده كان لا يملك اي شيء الا الا ألمه وفكره. هو كان عنده افكار عن اقامه وطن قومي لليهود، وطن قومي لليهود في اي حته في العالم، وكان بيسعى لكده. حاول مع السلطان عبد الحميد الثاني، حاول مع بريطانيا، بدون بقى الدخول في تفاصيل كتير. فضل يحاول هو ومعاه مجموعه، ولحد ما اتعمل مؤتمر الصهيونيه الاول. هو لقى ان في مجموعه اقترحت عليه ان اقامه دوله اليهود في فلسطين اللي هي ارض الميعاد عندهم، ان ده هيقوي قضيتهم وهيخلي اليهود يتشجعوا اكتر يجوا من كل العالم على البقاع دي. فعجبته الفكرة. لكن هو اصلا كان ممكن هياخد في اوغندا، وكان ممكن ياخد في الارجنتين، بس هو قدرا قدر الله ذلك. يعني قدر الله ان هو والمجموعة المؤسسة معاه ان هم اقتنعوا جدا بفكرة فلسطين، وبدأوا يتحركوا. طبعا معاه وايزمن ومعاه روتشيلد، وراحوا ايه كونوا فكرة الصهيونية، اي اقامة دولة يهودية في ارض الميعاد اللي هي فلسطين. والصهيونية نسبة الى جبل صهيون، ده مكان هناك موجود جوه القدس، جوه فلسطين، مكان مقدس عادي خالص، هو اسمه كده. فهم بقى اسمهم الصهيونية نسبة الى ايه؟ جبل صهيون. اذا الصهاينة هو كل يهودي يؤمن بإقامة دولة إسرائيل الكبرى ماشي على أرض الميعاد وحدودها. طيب هل كل اليهود مؤمنين بإقامة دولة إسرائيل؟ بالعكس، ده في فرق من اليهود لا تؤمن أصلا رغم تدينها، لا تؤمن أصلا بإقامة دولة لليهود دلوقتي، وشايفين إن هم لسه ما جاش الميعاد لإقامة دولة يهودية مجمعة، وإن ده ضد العقاب اللي ربنا اداها لهم، إن ربنا فرض عليهم بعد مخالفاتهم الكتير. وهم كده دولة إسرائيل دي قائمة على عكس إرادة الرب. في مجموعة عندهم كده، وفي تأويلات تانية بقى. ماشي. طيب يعني إيه مسيحية صهيونية؟ وبعدين هو المسيحي مش المفروض يكره؟ مش كلنا شفنا فيلم آلام المسيح؟ اللي هو من معتقد المسيحيين ان المسيح تم صلبه واهانته وتعذيبه من اجل البشريه على الصليب، واللي عمل كده اليهود والاحبار بتوع اليهود، واجبروا الرومان اللي كانوا في بيت المقدس ان هم يحكموا عليه. حتى لما تيجي تشوفوا الفيلم ده رغم انه فيلم لكن هو حاكي الروايه التاريخيه المسيحيه من وجهه نظرهم. ماشي. ازاي اللي هم اصروا وتعمدوا على صلب المسيح وتعذيبه، وازاي اهانوا سيدنا المسيح كما يعتقدون. ماشي. اليهود والمسيحيين، المسيحيين شايفين ان هم اهانوا مين؟ المسيح. واليهود شايفين ان ده مدعي كاذب. واحنا كمسلمين شايفين ان ده سيدنا عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم. وشايفين إنه هو إيه؟ معجزة من المعجزات. لكن حاشا وكلا أن يكون إيه؟ لله ولد. ده معتقد
معتقدهم وده معتقدهم وده معتقدنا. ايه بقى اللي دخل المسيحية في الصهيونية؟ في اواخر 200 سنة كده تقريبا بدأت تظهر في امريكا آه، حاجة تابعة للبروتستانت او الانجليين. البروتستانت يعني طائفة من طوائف المسيحيين، او خلينا في الاسم الاسهل الانجليين. الانجليين دول مؤمنين بايه؟ في نسبة كبيرة من الإنجليين عندهم تسامح عالي وفهم، وموجودين في مصر وليهم كامل الحقوق زينا. وأنا قابلت ناس منهم كان بينا نقاشات وصداقات من أروع ما يكون. لكن في طائفة معينة كده من الإنجليين هي موجودة في مصر قليلة جدا. يعني الإنجليين ده جواها طوائف كتيرة، في طائفة منهم بقى سايدة في أمريكا. دولت اسمهم المسيحية الصهيونية. الطائفة دي مسيطرة آخر 200 سنة على سياسات أمريكا غالبا، وعلى اليمين المتطرف في أمريكا، وبتوجه الأحداث دايما في كده. دولت بقى مؤمنين بإيه؟ مؤمنين إن عشان المسيح يعود تاني إلى العالم وينزل إلى العالم ويقيم دولته ويعلن ديانته إن هي الديانة الصح، ويعلن إن المسيحية من وجهة نظرهم هي الصح، لازم تقام دولة إسرائيل الكبرى التي تقام على أرض الميعاد في فلسطين وتمتد من النيل إلى الفرات. ده تأويل بعض الإنجليين المسيحيين، بس للأسف دول التيار ده عمال يقوى كل يوم في أمريكا خلال ال 200 سنة، وبقى هو المسيطر على سياسات أمريكا، وكل الحكومة الأمريكية أو معظمها دلوقتي بينتموا ليه، وهم اللي وراء صنع القرار. فهم دلوقتي من رؤيتهم شايفين، فسموهم المسيحية الصهيونية، لأن هم كده بقوا بيخدموا نفس قضية دولة إسرائيل اللي هم الصهاينة. عامة ده كده يعني، أتمنى ما أكونش لخبطتكم أكتر ما أنا أكتر ما الدنيا ملخبطة. أنا حاولت أقول شوية مفاهيم بسيطة كده، ولو حد عنده أي معلومة يحب يصححها لي، يحب يضيفها لي، يسيبها لي في الكومنت. واعملوا لايك وشير عشان تشجعونا ونعرف نظهر لكم، علشان اليوتيوب عامل ماسك شوية ايديه قوي بالذات في المواضيع دي. السلام عليكم.